احلى صباح عليكم اخواتي. في ناس بتسألني بخصوص العمل، يعني الدرام ده ملوش قيمة ومش ملوش قيمة وبتاع. انا راجل بالفطرة، مش تعليم عالي، يعني تعليم متوسط. انا يعني ايه بالفهم كده. الجهاز ده اهو باور بانك، انا جبته علشان خاطر المشاريع اللي احنا بنشتغل فيها دي. ثواني اهو، اهو لسه جايبه امبارح عشان المواقع ما يبقاش فيها كهرباء. الموقع اللي احنا بنبقى فيه ما فيهوش كهرباء. الباور بانك ده انا سالت عليه عندنا في مول اسمه مول العابد، ثمنه 850 جنيه، اللي هو ال 10000 ده ثمنه 850 جنيه مصري. تعالوا بقى نشوف انا جبته بكام هنا. انتوا بقى ايه بدماغكم تحللوا بالفطره زي كده؟ يعني ايه بالفطره؟ ما بعرفش انا حتى اقرا الكلام بتاعهم، يعني الارقام بس اللي بنعرف نقراها. حتى ما بيجي يحاسبونا بيحاسبونا على الاله الحاسبه، على اني جاهل يعني. بص، 6900 درام، ب 6000، تمنه 6900 درام الباور بانك اللي بيشحن الموبايل. انت شغل العامل في البلاك اللي هو بيدهن البلاك بالرولة زي بتاع البلاستيك ولا بتاع، يعني الشغلانه كلها بتاخدش دقيقتين، المتر ما بياخدش دقيقتين ثلاثه ولا بتاع. انا ما اعرفش يعني بياخد وقت قد ايه الصراحه يعني. ما مسكت الساعه يعني وهم شغالين وقلت ده بيشتغلوا قد كده يعني. انتوا ممكن تشوفوا الفيديو بقى، انتوا شفتوا الفيديو اللي قبل ده وفي الوصف برضه اعمله لكم في الفيديو ده الوصف، عشان محدش يرجع لفيديوهات تانية يعني. واللي عاوز يفتح فيديوهات تانية يفتح فيديوهات تانية. الساعة اللي هو المتر، المتر مربع كده بيتقاس متر طول في عرض ب 10000، وده ب 6900. الفاتورة بتاعته بتقول كده 6900، 10000 واط، يعني يشحن الموبايل 10 مرات ولا 12 مرة. فاهمين حاجة؟ يعني الدرام مش ملوش قيمة، لا له قيمة، له قيمة. بس هنا في حاجات غالية وحاجات رخيصة. يعني البصل غالي عندنا في مصر برضو، غير البصل في الظاهر بيعملوا اتحاد بصل، يعني مش عارفين احنا الدنيا فيها ايه. لكن اللحمة رخيصة، الفراخ رخيصة، البط رخيص، السمان، الحمام، كل ده. فانا الفول بقى، الفول اغلى. انتوا واخدين بالكم من حاجة؟ انا الحمد لله انا جايب معايا في الطيارة وانا جاي 10 علب، يعني هيقضوني شهر ان شاء الله، رميهم في التلاجة اهو. وتونة برضو، وجايب حاجات كتير يعني الحمد لله. فهنا اللي غالي الاكلات اللي هي اللي بيستوردوها من بره تقريبا. البصل بيستوردوه من بره تقريبا، الله اعلم ماشيه ازاي يعني الدنيا. لكن العيشه رخيصه هنا حلوه يعني. يعني انا مثلا في اليوم ممكن اصرف لي كله، في اليوم كله 2000 درام، 2000 درام. علبة سجاير، مفيش هنا سجاير مصري خالص، لا كليوباترا ولا ال ام ولا مالابور ولا فان ناف، اللغة الأرمنية بتاعتهم. سجاير رفيعة كده، وفي سجاير عاملة زي السوبر بتاعتنا ونفس النكهة بتاعتها هي السوبر. أنا جايب معايا أروستين ال ام، قربوا يخلصوا الحمد لله من مصر. حتى هنا مستغربين، كل اللي يشوف العلبة وحشتنا السجاير المصري، هات سجارة، خد سجارة، علبة لسه فاضية التانية هي فتحتها اهي كده يعني. اخواتنا بقى، حبايبنا، واحلى مسا عليكم. والحم لكم الفيديو برضو فيه كده الاسئله اللي كانت بتجيلي بخصوص الدرام ملوش قيمه، اديني وصلت لكم المعلومه، وانتوا بدماغكم وشغلوها. اللي بالفطره يشغلها بالفطره، المتعلم يشغلها بتعليمه كده. وفي اسئله بتطرح عليا، ناس معاها كليات عايزه تنزل، واللي مش عارف شغال مهندس ديزاين على جهاز كمبيوتر، تصميم واشكال هندسيه وبتاع. والله انا منتظر دلوقتي، المهندس ممكن يجي وانا قاعد دلوقتي انا منتظر، هو لسه متصل عليا وبيقول لي انا جاي في الطريق. يعني بيقبض رواتب وكده وجاي في الطريق. واول ما يجي هتكلم معاه وانتوا معايا مباشر، هخلي البث مباشر عشان يبقى فيه مصداقيه في الكلام. وتدل على الخير كفاعله. وما تنسوناش تدعمونا بقى علشان نوصل المليون، الله يكرمكم. اهل مصر اهل كرم، مشهورين بكده، الجدعان والرجوله. احلى مسا عليكم.